وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب بلسان عربي مبين، نحمده الفاعل المختار لكل مفعول من الكائنات والآثار، نشكره على مزيد نعمه ومضاعف جوده وكرمه، والصلاة والسلام على أفسح الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. ونتناول في هذه الحلقة الجزء الثاني من الأدب العربي في إفريقيا جنوب الصحراء، وكنا توقفنا عند الممالك التي أنشئت في غرب إفريقيا، وبدأنا بمملكة كانم الإسلامية، وما زلنا في برنامجها الآن. انتشر الإسلام في مملكة كانم، وتؤكد بعض المصادر على انتشاره خلال النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي، وبالذات في عهد ملكها دونم ابن أوم في الفترة من بين 477 إلى 487 هجرية، وهو أول حاكم اعتنق الإسلام، وخلفه في الحكم ابنه دونما الذي زار مكة 3 مرات في خلال فترة حكمه من عام 490 إلى عام 544 هجرية. وإن كانت البدايات الأولى لانتشار الإسلام تعود إلى القرن السابع الميلادي، بعد تحرك الصحابي الجليل عقبة بن نافع الفهري في مناطق كوار حوالي عام 39 هجرية، وتبع ذلك ظهور كيانات ودول موحدة لها علاقة متبادلة في ظل الإسلام حول بحيرة تشاد، فظهرت الإدارات الإسلامية التشادية التي قامت على كامل المناطق التي شملتها دولة تشاد. في الوقت الحاضر تسمى دولة تشاد، موجودة على الحدود السودانية الغربية، وهذه الدولة كان فيها عدة ممالك إسلامية نشأت في بوتقتها، ومنها مثل مملكة كانم وباقرمي ووداي. هذه 3 ممالك إسلامية قامت في هذه المنطقة، والآن في الحدود سايس بيكو تعتبر دولة تشاد، وغيرها من السلطنات الإسلامية التي ازدهرت وعرفت على نطاق واسع منذ القرن 11 الميلادي. ساهم الإسلام مساهمة عظيمة في التوحيد والتجانس الاجتماعي بين قطاعات كثيرة من الجماعات الإفريقية. الإسلام يوحد الناس ويكون كرجل واحد، وينبذ التفرقة والعنصرية، لذلك دخل أهل أفريقيا كلهم إلى الإسلام بهذا المعنى، أن هنالك مساواة بين الرجل الأبيض والأسود والغني والفقير. ليس ذلك فحسب، بل بينها وبين مجتمعات أخرى خارج إفريقيا وجدت هي الأخرى في الإسلام السلام والإلهام، علاوة على ما وجدته في أخوة الإسلام من وحدة وقوة. والعدل كذلك، الإسلام جاء بالعدل بين الناس. ويتمذهبون في هذه المملكة مملكة كانم بمذهب الإمام مالك رضي الله عنه، وهم ذو اختصار في اللباس، يابسون في الدين يعني يتمسكون، وعسكرهم يتلثمون، وقد بنوا مدرسة للمالكية بالفسطاط ينزل بها وفودهم. وتعد مملكة كانم من أقدم الممالك التي تأسست في المنطقة، أي في تشاد. وينقسم تاريخ مملكة كانم إلى
عصرين. الأول العصر الكانمي، ويمتد من قيام المملكة شرقي بحيرة تشاد عام 153 هجرية الموافق لعام 800 ميلادية إلى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي. الثاني العصر البرناوي لقبيلة برنو، ويبدأ من انتقال الأسرة الكانمية إلى غرب بحيرة تشاد إثر الاضطرابات والحروب الأهلية في أواخر القرن الرابع عشر القرن الثامن عشر الهجري، إلى نهايتها في غمرة الاستعمار الأوروبي الحديث. وبلغت المملكة ذروتها في العهدين الكانمي في القرن الثالث عشر الميلادي والبرناوي في القرن السادس عشر الميلادي. ونظام الحكم في إمبراطورية كانم بورنو الإسلامية يتألف من مجلس للشورى يتكون من 12 شخصا. ولما اتسعت أطراف الإمبراطورية ونمت مصادر ثروتها ظهرت الحاجة إلى مشاركة بقية أفراد الأسرة في تيسير أمورها، لأنها كانت فقط على الأسرة الحاكمة. ومدينة أنجم هي عاصمة مملكة كانم لمدة 3 قرون، ولم تفقد مكانتها كعاصمة إلا بعد أن أكره السيفيون الأسرة الحاكمة، ويقولها دولة كانم أو مملكة كانم أسسها أبناء سيف بن يزن، ولذلك أكره السيفيون يعني الأسرة الحاكمة على ترك كانم أيام الملك الكانمي عمر بن إدريس في الفترة من بين عام 784 إلى عام 788 هجرية، وذلك بعد استيلاء البلالة عليها، بلالة قبيلة من قبائل تشاد. كانت مملكة كانم برنو من أنشط الممالك الإسلامية في إفريقيا في علاقتها مع العالم الخارجي، لما تميزت به من موقع جغرافي فيما يعرف بالسودان الأوسط، ومرور قوافل الحج والتجارة عبرها. وفي مستوى العلاقات التجارية والسياسية يذكر أن سلطان كانم عين لنفسه سفيرا بالقاهرة أي مصر للإشراف على قوافل التجارة والحج، لأن القوافل كانت تذهب في ذلك الوقت عن طريق مصر وتقطع إلى الجزيرة العربية. كما كانت لملوك كانم علاقات سياسية وتجارية مع الدولة الحفصية بتونس، وكان ازدهار كانم بورنو وانتشار سلطانها انتشارا واسعا بفضل حكم سلاطينها المسلمين. إذن هذه الدولة عنت بالإسلام، والإسلام يعنى بتنظيم الدولة على أحسن الأسس وأفضل المبادئ، فنظم الإدارة وشرعها وسن القوانين وحدد الوظائف ونظم المعاملات، وأخذت هذه الشؤون في التطور حتى بلغت مستوى عاليا من التقدم. وحظي المجتمع الإسلامي في ضوء هذه المبادئ والنظم بعادات وتقاليد متحضرة تنبع من الفطرة السليمة وتتفق مع الروح الإنسانية وتضمن للمجتمع أمنه وتقدمه. ولم تكن لبلاد كانم قبل مجيء الإسلام مكونات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، شأنها في ذلك شأن سائر بلاد غرب أفريقيا قبل مجيء الإسلام إليها، وكان سلاطينها يتولون إدارة شعوبها حسب القوانين الشفهية المتعارف عليها بين القبائل وشيوخها. وبانتشار الإسلام واعتناقهم له وإدراكهم لنظمه السمحة تغيرت حالهم إلى حالة أفضل ونظم أرقى، فصارت لهم نظم في الحكم والإدارة والقضاء مستمد من هذا الدين الحنيف
ونعمت البلاد بالأمن والسلام بعد سلسلة من الحروب المتصلة التي عرفت بها المنطقة. ومن مساهمات الحضارة الإسلامية في المجال الاقتصادي أنها تحث الإنسان على الكسب الحلال، فأقبل الناس على المهن الشريفة مثل الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، وابتعدوا عن عادات اقتصادية هدامة مثل الخمر والربا والقمار، مما أثر على الاستقرار النفسي والصحي وساهم في إقبال الناس على أعمال الخير والقيام بها. ثانيا، مملكة باقرمي. قامت مملكة باقرمي على الضفة اليمنى لنهر شاري، ونهر شاري يوجد جنوب بحيرة تشاد، وكانت عاصمتها ماسينا. تأسست هذه العاصمة حوالي عام 918 هجرية الموافق لعام 1513 ميلاد، ومؤسسها هو برني بيسي، وهو أول ملك لمملكة باقرمي، وكان حكمه في الفترة ما بين 928 إلى 942 هجرية. أما العاصمة الحالية لباقرمي فتسمى شكنة، وكانت تسميتها من قبل السلطان عبد الرحمن غورن الثاني بعد فراره من غزوات رابح فضل الله. هذا رابح فضل الله هو من السودان. تقع مملكة باقرمي في الجنوب الشرقي لمملكة كانم، ويعد دخول الإسلام في هذه المنطقة في أواخر القرن الخامس عشر سببا مباشرا في قيام المملكة في عام 918 هجرية، وقد أصبحت لها حياة اقتصادية منتعشة نظرا لغنائها بالمنتجات الزراعية والثروات الطبيعية والحيوانية. وكانت مملكة باقرمي ووداي تحت سلطان كانم في البداية، وكذلك بلاد الهوسة قبل أن تضعف مملكة كانم. ولقد حاول السلطان محمد الأمين الكانمي الاستيلاء على السلطة في باقرمي والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه من ولاء سابق لمملكة كانم، فنشبت الحروب بينه وبين سلطان باقرمي لمدة 80 سنوات، ومع ذلك لم يتمكن محمد الأمين على بسط نفوذه على مملكة باقرمي لانشغاله في حربه مع الفولانيين، وهذه قبيلة الفولانية، ومحاولة السلطان عبد الكريم صابون سلطان وداي الاستيلاء على باقرمي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم في شرف العربية، ونواصل من قطع من الحديث. وذكرنا انشقال دولة كانم مع الفولانيين في الحرب، والاستيلاء على باقرمي وسلب عاصمتها، وقد أصيبت مملكة باقرمي بالتدهور والانحطاط بسبب الحروب المتكررة التي تعرضت لها من كل من وداي في الشرق وكانم برنو من الشمال الغربي، وأخذت تناضل ضد تلك الهجمات، ولكنها لم تستطع الخلاص من الجباية المالية العشور السنوية التي تدفعها لوداي حتى سقوطها على يد رابح فضل الله. ورابح فضل الله هذا هو ولد في عام 1884
في قرية حلفاية الملوك في العاصمة السودانية. درس القرآن في قريته على يد الفقيه هاشم، وعندما بلغ 20 من عمره سافر إلى القاهرة، وكان من جنود محمد علي باشا. ثالثا مملكة وداي. يبدأ تاريخ مملكة وداي الحديث من عام 1023 هجرية، الموافق لعام 1615 حسب ما ورد في بعض المصادر التاريخية، ولكنها أنشئت حوالي القرن العاشر الميلادي، لأن قبل قيام مملكة وداي كدولة إسلامية قائمة بذاتها مستقلة بسلطانها التنفيذية والقضائية والتشريعية سبقتها عدة سلطنات صغيرة متنازعة ومتصارعة في بينها حول من يحكم المنطقة، إلا أنها اعتراها الضعف والإضمحلال، فقد استولى التنجر على بلاد الزغاوة والمبة، وأسسوا مملكة واسعة الأرجاء كانت عاصمها كتم. برضو هذه المملكة موجودة في تشاد سابقا، وبسطت هذه المملكة نفوذها على دارفور وهي غرب السودان. وفي أوائل القرن السابع عشر استطاع الفقيه عبد الكريم ابن جامع في الفترة من عام 1023 إلى 1065 هجرية أن يستولي على السلطة بمساعدة قبائل كدوك ومابا ومالنجا وعدد آخر من الأنصار. وقد استمر النظام السياسي الذي أسسه حتى احتلت القوات الاستعمارية الفرنسية مدينة أبشي عاصمة المملكة الحديثة. وهيمنت الأسرة العباسية على عرش وداي، وتوارث أبناؤها العرش، وقد جرت العادة أن يرث عرش المملكة أكبر أبناء السلطان. هذا نظمهم القبلية في مملكة وداي، بشرط أن يكون ابنا شرعيا سليم العقل والبدن. ولكن كثيرا ما يقوم أحد الأمراء باغتساب العرش بعد مقتل أو طرد الوريث الشرعي أو السلطان الجالس. ويتكون نظام مملكة وداي من السلطان، وهو أعلى سلطة في المملكة، يساعد المجلس أصحاب الشورى أهل الحل والعقد. ويتكون أعضاؤه من أهم رجال الدولة مثل الجرمة رئيس الوزراء، والكماكلة الأربعة وهم قضاة المملكة العليا. وإن كانت على وكذلك في العظمة منصب المومو أي أم السلطان إن كانت على قيد الحياة، وإلا فالهبابة وهي أكثر زوجات السلطان وأجلهن، ويليه في العظمة مناسب العقدة. وكذلك وأمراء العائلة الملكية وهم الأخوة والأعمام والأخوال تسند إليهم مناصب رؤساء قبائل أو قرى أو ما شابه ذلك، وليس من نصيبهم الوصول إلى أعلى المناصب. ومن عادات أهل وداي أن المناصب لا يتولاها أحد منهم أكثر من 2 في الغالب، ثم يعزل المتولي، فإن عزل عن رضا نقل إلى منصب آخر أعلى، وإن كان عزله عن غضب يمكث في السجن مدة حتى يرضى عنه السلطان. هكذا كان نظمهم في مملكة وداي. ولقد لعبت مملكة وداي دورا مهما في نشر الإسلام. هدفنا في سرد هذا التاريخ هو اللغة العربية والثقافة الإسلامية فيما يسمى بالقارة الإفريقية. والباحثون أكدوا أن القارة الإفريقية تمثل الإسلام، يغلب عليها عدد المسلمين أكثر من 80%. لذلك تعتبر قارة إسلامية لما لها دور في نشر الإسلام واللغة العربية في غرب أفريقيا وشرق أفريقيا والشمال الأفريقي. وتطور اللغة العربية والثقافة الإسلامية في المنطقة، وذلك يرجع لموقف
لموقعها الجغرافي المتاخم للسودان ومصر وليبيا، والحكام فيها كانوا من أصول عربية، ويستخدمون العربية والشريعة الإسلامية في محاكمهم المحلية. وإذ نلفت النظر إلى هذا التفاوت، وجب التذكير أيضا أن عملية انتشار الإسلام في المجالات المعنية وغيرها لا تعني بالضرورة انتشار الثقافة العربية الإسلامية، إذ لهذه السيرورة شروط معلومة نخص بالذكر منها مدى فعالية تجربة التعريب أو التعرب، لأن هذه القبائل ليست قبائل عربية، بل هي قبائل زنجية أفريقية، ولكنها عندما اعتنقت الإسلام تعلمت اللغة العربية، وجاء هنالك قبائل من شمال إفريقيا ما يسمى قبائل الهلالية، وحصل تعريب للسان الزنجي. وهذه العملية مرتبطة هي الأخرى بحجم حضور العنصر العربي في المجال المقصود، إذ كلما كانت أعداده مهمة كلما تمكن اللسان العربي من الانتشار وترسيخ موقعه. ولدينا عدد من الشواهد التاريخية الدالة على طبيعة هذه الدينامية، نكتفي منها باستحضار تجربة تعرب بلاد شنقيط جراء هجرة القبائل إليها انطلاقا من مصر. قبائل الشنقيط هي الآن ما يسمى بدولة موريتانيا، فهي قبائل عربية انطلقت من مصر، ثم سيطرتهم السياسية على المجال نهاية القرن 17 ميلادي، مما جعل المنطقة تلج ما عرف بالعنصر الحساني، هذه قبائل عربية، أو عصر الإمارات الحسانية. إن مسألة العدد المدعومة بالعناصر الموضوعية والفاعلة في الحقل الثقافي من قبيل إنشاء المدارس والجامعات كفيلة بإحداث التحولات الثقافية على المدى الطويل، ولعل في هذا ما يفسر كيف أن تعريب مصر استلزم 4 قرون من الزمن على الرغم من مجاورتها لمعقل اللسان العربي شبه الجزيرة العربية. والأمر سيان بالنسبة لجهات مختلفة من إفريقيا، علما أن عنصر الغرب والقرب والبعد من مركز اللسان العربي لا يمثل عاملا حاسما بهذا الشأن، وإنما ندفع به طلبا لتقييم وتقدير فعاليته بشكل نسبي، مقارنة حالة سودان النيل مع حالة المغرب الأقصى. ولما كانت أقطار الشمال الإفريقية ناهيك عن مواضع مختلفة من الصحراء قد استوفت شروط التعريب فيما بين القرن 10 و17 ميلادي، كان في شمال إفريقيا قبائل البربر وغيرها من القبائل الغير العربية، ولكنها تعربت عندما دخل الإسلام في شمال إفريقيا، مما سمح بظهور تصانيف عربية في مختلف الحقول المعرفية. فإن منطقة الساحل من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي لم تعرف نفس المسار، حيث لم تصلها أعداد كافية من العناصر العربية، فاستعسى على اللغة العربية أن ترتقي لمستوى لغة التخاطب الاجتماعي، واقتصر انتشارها على دائرة ضيقة من النخبة المستعربة لا غير. وبالنظر لتعلق أهالي منطقة الساحل بالإسلام، فقد وجدوا أنفسهم مدفوعين لاعتماد الترجمة من العربية إلى اللغات المحلية برسم تلبية حاجاتهم وتطلعاتهم الدينية، حيث كان المترجم بجانب الإمام يترجم للمصلين خطبة الجمعة، كما يشهد على ذلك الرحالة ابن بطوطة أثناء زيارته لعاصمة مملكة مالي بعيدة منتصف القرن 14 الميلادي. وذات التوجه نسجله بالنسبة لتجارب عدد من شيوخ العلم بالمنطقة طيلة القرون اللاحقة، حتى أن الشيخ عثمان بن فودي اتخذ من الترجمة العربية لغة الهوسة استراتيجية أساسية، هذا في نيجيريا،
استراتيجية أساسية في دعوته الإصلاحية، وقد استمر الحال على ذلك إلى غاية القرن العشرين. إذ يذكر البحاث جان هانويك أنه حضر حفلا دينيا بأحد بيوت العلم بتمبكتو عام 1966 ميلاد، تخلله كما جرت العادة قراءة الشفا هذا الكتاب للقاضي عياض مع شرح للكتاب باللغة السنقية، هذه لغة محلية. ومما ساعد في ترسيخ هذا الواقع أن المنظومة الثقافية السائدة بمنطقة الساحل والصحراء هي أصلا شفاهية تعتمد أساسا على أبعاد الإدراك السمعي عوض الإدراك البصري. والحالة هذه فضلا من غلاء ثمن الورق فليس غريبا أن نسجل ضعف حضور تقاليد التدوين لدى النخبة المتنورة المحلية في حياتهم الإسلامية، لأن عدد الكبير من قبائل الإفريقية هي ليست بلسان عربي مبين، لذلك كان هنالك ترجمة في خطب الجمعة بعد الخطبة العربية، هنالك مترجم يترجم للناس حتى يعلموا ما في هذه الخطبة من أن الاستعمار الأوروبي لإفريقيا خلال القرن التاسع عشر وطيلة النصف الأول من القرن الموالي اعتمد اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بدل اللغات المحلية، هذا عندما دخل الاستعمار الأراضي الإفريقية. إلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي